السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناة مطبخ فردوس. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم جيتكم فيديو جديد، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. جيتكم بثلاثه الاقتراحات، ثلاثه الحلويات بارده بلا فران بلا تماره، ساهلين في التحضير ديالهم، وكنتمنى تجربوهم بصح كيستاهلوا التجربه، ساهلين في التحضير ديالهم والمقادير بساط والمذاق رائع. وكنتمنى تشجعوني باللايكات ديالكم والكومنتات المحفزه تاعكم. ومرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه، ويلا معايا باش تشوفوا طريقه التحضير والمقادير في نفس الوقت. هنا غنبداو بالشكل، هذا الشكل الاولاني كنحتاج فيه هنايا كاس كبير ديال العنبه ديال الكاوكاو، وممكن نتوما ديروا الضعف والمقادير. هنايا صوبت كميه اللي هي قليله، ودرت هنايا كاس ديال كاوكاو ديال الكوك محمر، ما تديوش عليا. وهنايا عندي كاس ديال البسكوي مطحون، انا اليوم مدوخني رمضان. وعندي هنايا الشكلاط ابيض. وبالنسبه لهاد الشكلاط ابيض، هاد الاناء هذا كما كتشوفوا، الاناء اللي درت فيه الشكلاط راه كبير على الكاسرونه باش الماء ما يوصلش ليا الاناء اللي فيه الشكلاط، حينتاش الا وصل لك الماء الزلافه اللي فيها الشكلاط كيطيب داك الشكلاط وكيخسر. ضفت عليه 2 معالق ديال الزيت لوسيور فقط، غير باش يعطيهم داك البريو للشكلاط، يبان كيبري. وهنايا كنضيف الكاوكاو على الخليط ديالي على الشكلاط، وكنخوي الكوك حتى هو كنزيدو من الفوق، وكنزيد البسكويت حتى هو، وكنخلط المقادير كاملهم مزيان حتى يتجانسوا ليا مع داك الشكلاط. وكما كتشوفوا الزلافه راه خليتها في وسط الكاسرونه باش يبقى ليا الشكلاط مطلوق مزيان. وهنايا كناخذوا واحد المول ديال السيليكون، المول اللي عجبكم نتوما على حسب نتوما الذوق ديالكم، وكديروا فيه داك الخليط كامله حتى تكملوا الخليط، وكتدخلوه للثلاجه حتى يبرد، وتعاودوا تعمروا المول ديالكم حتى تكملوا الخليط ديالكم كامل. وهنا كما كتشوفوا راه جبت الخليط من الثلاجه، جبت الحلوه ديالي من الثلاجه، وكنحيد فيها بشويه. واخا كيبان لكم هنا الفيديو كزربته فقط غير باش ما يجينيش الفيديو طويل، وكتحيدوهم شويه غير بالمهل. الا كتحيدوهم بالزربه راه ممكن يتهرسوا لكم دوك الجناب. وهنايا كندوزو للشكل الثاني. عندي هنايا زلافه ديال الكاوكاو مطحون، وكنعاود ناكد اللي باغيه تضاعف المقادير تصاوب الحلوه اللي هي كثيره تعاود تضاعف المقادير. هنا عندي زلافه ديال كاوكاو مطحون اللي حمرته مزيان في الفران وطحنته مزيان. كنزيد عليه واحد زلافه ديال البسكوي مطحون، اي اي بسكوي عندكم. قلت لكم اليوم راه دايخه، اي بسكوي عندكم في الدار ولا اي بسكوي عجبكم ديروه فيها. وعندي هنا معلقه ديال الكراميل، وكنجمع بشويه ديال العسل. كتخوي شويه ديال العسل وانتيا كتعجني بيديك باش تشوفي القوام ديال الخليط ديالك. ملي كتوصلي كتحبسي، هانتوما كما كتشوفوا خلطوا مزيان حتى نحصلوا على هاد العجينه هذه ديال الكاوكاو بحال هكا. وكنخليها على جنب، وكنجيب المول اللي بغيت نخدم فيه. خديت هذا المول هذا اللي تيكون بيضاوي، تيكون بحال شي بيضه وتيكون خاوي من الوسط. درت شويه شوكولاط كحل، ذوب الشوكولاط كحل مع شويه الزيت في حمام مريم، ودرت في داك المول خويت داك الشوكولاط كامل في دوك التقيبات ديال المول، وكندخلهم الثلاجه حتى تيبردوا مزيان، وتنعاود نخرجهم. منين كتخرجيهم كتهزي داك الخليط ديال الكاوكاو اللي خلطنا، وكديري شويه من الفوق بحال الشكل ديال الخامه، كديريه من الفوق بحال هكا، كتسرحيه مزيان وكتضغطي عليه بصبعك مزيان حتى تنكمل الخليط ديالي كامله. وكما قلت لكم انا راه زربت معكم الفيديو فقط غير باش ما يجينيش الفيديو طويل. ومنين كنكمل هذيك العجينه ديال الكاوكاو كنستفى على داك الشكلاط، كنعاود ناخذ داك الشكلاط الكحل ونعاود نديرو من الفوق عجينه ديال الكاوكاو كما كتشوفوا في الفيديو. وانتم كما كتشوفوا تنبقى غاديه بنفس الطريقه
حتى تنكمل الحلوه ديالي صافي. وكتدخلها الثلاجه حتى تتبرد. بالنسبه للشكلاط راه دغيا كيبرد معاك في الثلاجه. صراحه حلوه ساهله دغيا كتسربيها وفي المنظر زوينه. هانتوما كما كتشوفوا كنحيدها بشويه هي حتى تنكملها كاملها. وهنايا كملت الحلوه ديالي الشكل الثاني، وغادي ندوزو نصاوبو الشكل الثالث. هنايا درت الفواكه المعسله في هذا المول. نتوما كما كتشوفوا غادي ندير الفواكه المعسله من التحت بحال هكا، غادي نستفها كامله حتى تنكمل نستف الفواكه المعسله. هي اللي نخوي داك الشكلاط من الفوق. وبالنسبه لهاد الشكلاط هذا راه كتاخدي الشكلاط وكتذوبيه في حمام مريم مع شويه ديال الزيت، والزيت فقط باش تعطيك داك اللمع على الشكلاط، ماشي شي حاجه. والمهم هنايا كتكمل كتخوي داك الشكلاط ديالك كامل حتى تكمليه. بالنسبه ليا استعملت معلقه كاع لطخات ليا المول. الا كانت عندك السورانغ ولا دوك القراعي ديال الكيتشوب حتى هما كينفعوا. انا ما عنديش، استعملت فقط المعلقه، ولكن وسخات ليا المول من الجناب، ومع ذلك مسحتهم ماشي مشكل. وهنايا كناخذ ديك العجينه ديال الكاوكاو تنعاود نستفها بحال الشكل الثاني من فوق الشكلاط، وكنعاود نجيب داك الشكلاط الابيض اللي بقى ليا وكندهنو من الفوق حتى تنكملو كاملو. وانتم كما كتشوفوا الفيديو راه كيوضح نفسه براسو. انتم حتى تكملي مزيان، تكملي كاملين دوك القطع اللي عندك، وكتدخلها للثلاجه كتبرد. انا خرجتها من الثلاجه وكتعاودي تحيديها بشويه عليك حتى تكمليهم. واخا تيبانوا لك هذوك الجناب فيهم الشكلاط، ولكن لا دغيا كيتحيدوا لك دوك الجناب وكتبقى الحلوه زوينه. هانتوما كما كتشوفوا الشكل الثالث كملناه. ونصاوبوا دابا الكراميل اللي غادي ندريسيو بيه ديك الرخامه الكحله، داك الشكل الكحل. غادي ندير كاس ديال العسل. هذا الكراميل هذا دغيا كيوجد ومذاق زوين وغينفعك، جربيه وما تندميش عليه. غادي ديري كاس ديال العسل اللي عندك في الدار بلا من داك السكر، كتبقاي كطيبي في السكر. كديري كاس ديال العسل وكديريه في المقله، كل مقله ما تكونش كتلصق. وكما كتشوفوا غادي نضيف هاد القطع ديال الشكلاط. استعملت الشكلاط كالا، درت تقريبا هنايا 14 قطعه ديال الشكلاط. هنايا الا كان الحال بارد غادي ديري تقريبا 10 القطع، الا كان الحال سخون غادي ديري 14 قطعه باش يجيك واقف ويجيك كراميل يجيك زوين. وهانتوما كما كتشوفوا الكراميل حيدتهم فوق العافيه. كتخليه كتزوقي بيديك الساعه ما حدو جاري. انا غادي نخليه يبرد باش نوريكم الشكل ديالو. انا خليته حتى برد. شتي كيفاش كيجي ملي كيبرد كيجي الشكل ديالو زوين. ممكن تستعمليه في لي كيك، تستعمليه في الحلويات، في الصابلي. وهنايا كما كتشوفوا غادي نعاود ندوبو. غادي نعاود نديرو فوق العافيه دغيا كيدوب. وكنعمر بيدوك التقيبات اللي في الحلوه حتى تنكملهم كاملهم، تنزين به الحلوه ديالي كاملها. وكنتمنى تجربوه، راه كراميل زوين غينفعكم وسهل في التحضير ديالو. وغادي نزين به الحلوه كاملها. وهانتوما كما كتشوفوا راه كملت الكراميل، عمرت بدوك التقيبات كاملين. وكنزين بداك العقيق بداك العقيق ديال الحلوه. نتوما درت داك العقيق في الفضي. وهنايا الشكل الاخر حتى هو خديت شويه الشوكولاط بقى ليا ابيض، كنديرو من الجنب ديال الحلوه، من الجنب ديال دوك المستطيلات، وكدير ديك العقيقه من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا. وغادي ندير ديك العقيقه من الفوق، وغادي تبقاي بنفس المرحله حتى تكملي الحلوه ديالك. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم وتجربوهم، راه ساهلين في التحضير ديالهم والمقادير بساط والمذاق رائع. وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم والكومنتيرات المحفزه تاعكم. وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. هانتوما كما كتشوفوا شي الكاميرا
الكراميل منين كيبرد شتي كيجي زوين ورائع. وهذا الشكل الثاني راه كتجي رائعه في المذاق. هذه ما بين المذاق ديال الكوك وديال البسكوي ديال الكاوكاو، راه كتجي زوينه في المذاق. جربوهم وردوا عليا في الكومونتير. هانتوما شوفوا. وهذا الشكل الثالث ديال الرخامه، راه ما كيجيش قاصح ولا كتجي رطبه وزوينه. هانتوما كيما شفتوا، وحتى في المذاق كتجي رائعه. وهذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته في فيديو جديد ان شاء الله.